رجعنا لكم تاني ومعانا طلبه من كليه هندسه جامعه عين شمس، ودول ناس قرروا ان هم يغيروا البلد بشكل او باخر، وعشان كده انضموا لعلشانك يا بلدي. وحتى بيفكروا، مش بيفكروا ولكن هيفاجئونا بفكره جديده من اللي هتعملها علشانك يا بلدي. معانا ياسمين جمال، هي رئيسه برنامج التنميه بمشروع علشانك يا بلدي. ازيك ياسمين؟ ومعانا عبد الرحمن خلف، هو عضو لجنه العلاقات العامه الخارجيه بعلشانك يا بلدي. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ايه الفكره الجديده طيب؟ هي جديدة ومش جديدة، احنا عملناها السنة اللي فاتت، هي كانت سكول ميك اوفر. احنا بندخل على المدارس اللي في العزبة وبنعمل لها من اول وجديد بقى، بنجدد المباني اللي فيها بس بطريقة مختلفة، مش بس بقى عزبة ابواب. معلش خطف يعني في السريع كده بس ندي انترو، معلش يا عادل بعد اذنك، انه يعني علشانك يا بلدي زي ما قلنا كانوا معانا كتير قبل كده، يعني انتوا مجموعة علشانك يا بلدي جامعة عين شمس صح؟ وبقالكم بتشتغلوا 6 سنين، وكل سنه بتعملوا جديد، وكل سنه ليكم كذا ايفنت وكذا اكتيفيتي وكذا بروجرام بتعملوه. فاحنا عايزين يعني مبدئيا بنرحب بيكم تاني، وعايزين نعرف الجديد ايه بتاع السنه دي. اوكي زي كده انا كنت سكول ميك اوفر، احنا السنه اللي فاتت عملنا مدرسه في ستارت، هي مدرسه ابتدائي. السنه دي عملنا مدرسه في السعوديه ان شاء الله النهارده اخر يوم. احنا كلنا بنتكلم في عزبة انا فاكركم هتقولوا بقى يعني انتوا بقى هتطلعوا الكلام. كملوا في عزبة ابو، احكوا لنا لا لان في ناس مش عارفه احنا بس بنتكلم على منطقه ايه وكده. احنا اصلا كانت الفكره نحكي لكم من اول الفكره وكده. بالظبط. الفكره في الاول طلعت من UC، عملوا حاجه اسمها علشانك يا بلدي، بيطوروا مصر يعني المجتمع وكده يعني. فاحنا ابتدينا بعدين خدنا الفكره من هناك وعملنا علشانك يا بلدي جامعه عين شمس. هدفنا ان احنا بننمي المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وبعد كده بننمي الكرو بتاعنا الممبرز اللي هو احنا يعني. تمام. واخترتوا منطقه عزبة، اخترنا عزبة ابو قرن، قلنا دي هتبقى البدايه بتاعتنا. تمام. وبقى لنا فيها دي السنه السادسه الحمد لله يعني. الحمد لله. بننمي فيها بننمي بقى تنميه كامله يعني في كل المجالات. بس جنب التنميه بيبقى فيه زي احداث كده زي السكول ميك اوفر كده، حاجات بتساعدنا لان احنا ننمي اكتر يعني. المدرسه دي هتساعدنا في ان احنا مثلا نعلمهم بشكل احسن، تساعدنا في محو الاميه كده يعني. طب في ال6 سنين اللي فاتوا عايزاكم برضو تلخصوا لنا كده ايه الانجازات اللي حصلت. انتوا مبدئيا كليه هندسه جامعه عين شمس، بس احنا الناس اللي معانا من كل الجامعات يعني. احنا الاساسي ما هي بدات من AUC زي ما انتوا قلتوا، وبعدين بدا الجامعات الثانيه تدخل. ايوه لا احنا فرع عين شمس، معانا نفسنا ناس من كل الجامعات، معانا من جامعه القاهره، معانا اي جامعه، اي حد في اي جامعه ممكن يبقى معانا يعني. طب عملتوا ايه بقى يعني في ال6 سنين دي؟ عزبة ابو قرن كانت ايه وبقت ايه دلوقتي؟ طيب احنا اول سنه بدانا فيها 2004 2005 كنا 4 برامج بس، محو الاميه واللجنه الخيريه، المشروعات الصغيره المايكرو كريدت، وتنميه النشء. بعد ما بدانا في الحاجات دي كل سنه بيبتدي يظهر احتياجات كتير يعني. احنا مثلا فضلنا مكملين سنتين في تنميه النشء مع الولاد، بعدين فجاه لقينا ان هم بيوصلوا في المدرسه لسنين 5 و6 وكل حاجه مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فانت مش هينفع تكمل على حاجه مش صح، مش هينفع مثلا اجي اعدلهم من الاخلاق والصدق والامانه وازاي تبر اهلك وكل الحاجات دي من غير ما يبقى عنده الاساس الصح. جت بعديها في 2008 برنامج التعليم في صوره تقويه. احنا محتاجين ان الولاد يبقوا متعلمين صح عشان ده هو اساس كل حاجه. فكل سنه معلش احكي لي تاني على حوار النشء، البروجرام اسمه ايه؟ البرنامج اسمه ايه؟ اسمه تنميه النشء. تنميه النشء ده غير التعليم يعني؟ غير التعليم. تنميه النشء الفكره فيها ان الولاد هناك اهاليهم مشغولين قوي ان هم يقعدوا معاهم، ان هم يسمعوهم والكلام ده، فاحنا بنساعدهم شويه في الحته دي. يعني احنا عايزين نخلي الولاد يعرفوا لما ان شاء الله المدرسه دي تخلص ممكن يعملوا ايه الوظائف اللي موجوده، نبتدي نحببهم في الحاجات اللي هم لسه ما عندهمش عنها فكره، يبقى في حد بيسمعهم بيتعامل معاهم. فزودتوا البروجرام الخامس اللي هو برنامج التعليم ده في 2008. عندنا كمان يعني في سنه، في اول سنه كانت اللجنه الخيريه معاها حاجه اسمها رعايه الايتام. بعد كده لقينا ان رعايه الايتام ده شغل كبير قوي، فمش هينفع يبقى تحت حاجه، فبقت حاجه مستقله لوحدها. احنا معانا دار ايتام في السيده زينب بقالنا معاهم دلوقتي 6 سنين. فالفكره ان احنا كل سنه شغلنا بيحتاج. اول ما بدانا ما كانش عندنا لجان تنظيميه، احنا النهارده عندنا 8 لجان تنظيميه. كل ما الشغل بيكبر بتبقى محتاج حد يراقب لك شغلك. طب انت هتخليني اسالك حاجه معلش قطعت كلامك، هو ده كان التارجت بتاعكم اول ما دخلتوا؟ ده كان هدفكم ولا انتوا عليتوا عن هدفكم؟ انا كنت بتكلم قبل ما انتوا
تيجوا معانا يعني في اول فقره، ان انا كنت بتكلم ان اوقات الواحد ممكن يكون حاطط حاجه معينه ان هو عايز يوصل لها ويعديها، وممكن يبقى في مكان تاني او عزبه تانيه او قريه تانيه او وات ايفر تبقى محتاجه حاجه فيها على الاقل حاجه قد كده. يعني انت بتقولي انتوا ما كنتوش كل ما بتشتغلوا بتلاقوا ان الموضوع محتاج حاجه اكتر. طب انتوا هو ده اللي انتوا اصلا عاملين بلان من الاول، ولا الموضوع بيكبر فانتوا بتتشجعوا اكتر فبتعملوا؟ احنا هدفنا اصلا دي ان احنا ننمي المنطقه اللي احنا فيها، تنميه منطقه عزبه ابواب. بس التنميه دي بقى كلمه كبيره، يعني انا عايز اعمل لهم تنميه اقتصاديه عشان يبقى العائل بتاع الاسره قادر ان هو يصرف على الاسره اللي هي فيها. عايز اعمل لهم تنميه اخلاقيه. انا هدفي التنميه، كل ما ببتدي اشتغل كل ما بلاقي حاجه محتاجه تنميه دي اللي انا بروح. لا يعني انا قصدي ياسمين، امتى هتقولوا كفايه كده على عزبه ابو قر ونروح مكان تاني؟ لما كل الحاجات اللي احنا عايزينها، احنا دلوقتي مثلا عندنا فصول نحو الاميه السنه دي عندنا 9 خدوا الشهاده. اول ما كل الناس اللي معانا وكل الناس في العزبه ياخدوا الشهاده يبقى انا كده خلاص. ده هياخد وقت، لان يعني الناس دي يعني الناس عايشه يعني بتخلف وبيطلع نشء جديد عايزين تعملوا معاه نفس البرامج. بس احنا يعني انت بمجرد ما تنزل العزبه انت بتلاقي فعلا التاثير اللي احنا عملناه، بتحس فعلا بالخمس سنين اللي قبل كده. ما تمشي معانا برضه في الصور اللي انتوا عاملينها. ده بقى ده الميك اوفر اللي كنتوا بتعملوه الفتره اللي فاتت، ال 10 ايام اللي فاتت. دي المدرسه قبل كده وانتوا احنا كطلبه احنا بنعملها كلها، يعني ما حدش هم بس ساعات بيبقى في فنيين يعلمونا بنعمل ايه وكده، لكن احنا كطلبه بنعملها كلها اوكي. يعني مش انتوا اللي جايبين نقاشين مثلا وناس عمال، انتوا اللي عمال. احنا بنعمل كل حاجه. عايزين توفروا اعمال، عايزين توفروا حاجه فتعمل كل حاجه بيها. بصوا فعلا بقت عامله ازاي وقبل كده. دي حاجه من اللي انتوا عملتوها، يعني انتوا عملتوا غيرتوا مثلا ديكور بياض. احنا مش بنكتفي بس بان احنا نبيضها بس ونسيبها ونمشي، احنا بنعمل ديزاين كمان، يعني بنخلي المدرسه شكلها كويس بحيث ان الاطفال اللي بيتعلموا فيها يبقوا حابين ان هم يبقوا فعلا المدرسه شكلها كويس. ده لسه هي كمان ما خلصتش، يعني لسه في حاجات ثانيه في افتتاح حاجه انتوا بتقولوا ان شاء الله. هي المدرسه دي خلصت الحمد لله، احنا ابتدينا فيها بقالنا 10 ايام وهي الحمد لله خلصت. يعني السبت الجاي ان شاء الله 27/2 هيبقى الافتتاح بتاع المدرسه باذن الله. عايزين بس